السلام عليكم. جيتكم اليوم بحلوى سهلة بزاف، مكوناتها بسيطة جدا، بدون بيض بدون سكر. تبعوا معي طريقة التحضير حتى الأخير. درت هنا 250 غرام زبدة طرية بحرارة المطبخ، زدت لهم 4 مثلثات جبن. نخلط المكونات معا حتى يندمجوا مع بعض. الآن نكملهم بيدي، تقدروا ديرهم بالبيتخا، انا اليوم درتهم غير بيدي. نكمل حتى يندمجوا المكونين معا مليح. هنا راهم تخلطوا كامل في بعض مليح. نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه. انا لاباط تاعي ما نخلطهاش، نقطعها هكذا كيما راكم تشوفوا باطراف الاصابع. نزيد الفرينه ولافاني ونكمل اللم غير بشويه. نكمل نزيد الفرينه. هاي لاباط تاعي راهي تلمت كيما راكم تشوفوا، خليتها طريه باش تجيني الحلوى تاعي هشيشه بزاف بزاف. الان لاباط نحلها بهذه الطريقه، نحاول تكون بنفس الحجم، ماشي رقيقه من جهه وخشينه من جهه، نقصها على الوسط ونكمل نحلها بهذه الطريقه. نحي الجوانب ونبدا. هنا الحبات تاعي لازم يكونوا قد بعضهم، اللي ما تقدرش دير بالعين دير حاجه وتكيل بها ابيبري الحبات تاعها. نكمل نصوب الحبات نتاعي. شوفوا لاباط تاعي راهي طريه بزاف، غير نمس فيها تتعوج. نكمل انا لاباط تاعي كامل بهذه الطريقه. نديرها في الصينيه نتاعي، انا درتها على ورق الزبده، ولي تكون الصينيه تاعها ما تلصقش دير شويه فرينه برك. الحلوى تاعي راهي طابت. الان انا جبت كميه من المعجون، نبدا ندير لها طبقه من الفوق نتاع المعجون هكذا باش نلصق الكوفريت تاعي من بعد. كملتها كامل بالمعجون كما راكم تشوفوا، والان نبدا نغلف فيها بالكوفريت هكذا. نكمل بنفس الطريقه. الكوفريت تاعي خيرته بدوق الشوكولا، هنا الذوق اختياري. كيما شفتوا الحلوى تاعي سهله بزاف بزاف، المكونات تاعها اقتصاديه، تقدروا تحضروها في مده زمنيه قصيره بزاف. هاي الحلوى تاعي راهي واجده، راني كملتها درتها في الكيسات. تقدروا تحضروها للفطور ولا القهوه تاع العصر. الان ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ديروا لايك وكثروا لي من التعليقات، خليوا لي الاراء نتاعكم. انتظروني في وصفات اخرى جديده.